يا اختي كيوتة خالص، كيوتة. زعلت مني يا عم. الحق كونغور ده ده اللي بيحط عياله هنا. الحواف بياكلوا خصاص ازاي؟ تعالى بس نشوف دول وبعد كده نكمل. ابو شوق ده غلبان، ده غلبان. انا عايز اقول لك ده لو عمل الشوك بتاعه. فين ده؟ لما رحت المكان ده يا شباب انبهرت جدا من اللي انا شفته. ما كنتش متصور اشوف اللي انا شفته في المكان ده من تماسيح، اسود، كل انواع الزواحف، كل حاجة تخطر على بالكم انا شفتها في المكان ده. وهقول لك على اسم المكان، بس تعالى كده نجري جارية سريعة كده ونشوف بقية المكان. طبعا دي دجاجة، ومش عارف حاطين الفراخ دي هنا ليه، بس تقريبا حاطينها كده عشان في تعبان جوه أفعى كبيرة تقريبا بتاكلها، حاجة زي كده يعني، ده اللي انا خمنته. تمام. تعالوا نروح نشوف السحلفة. تمام. طبعا دي يعني السحلفة احنا كلنا عارفين السحالف ماشية ازاي وبتعمل ايه يعني وكده، بس مش ده موضوعنا. احنا عايزين حاجة اكبر من كده، بس مش عارف هي نايمة ولا ايه. عايزين حاجة اكبر من كده. ايوه عايزين افاعي. تمام. المهم طبعا يا شباب الافعى ديت من اكتر الافاعي السامة على مستوى العالم كله. تمام. انا بقول لك يعني بقول لك كلامي بمنتهى الثقة. الافعى دي يا شباب سامة جدا جدا جدا، والسم بتاعها يعني بيموت بعد مثلا 6 ساعات او من 4 ل6 ساعات. تمام. الافعى دي بصراحة ما حبيتش ان انا اشوفه في مكان زي ده. بص عاملة ازاي. تمام. طبعا دي افعى تانية. تمام. دي اسمها كوبرا. تمام. طبعا بص عمالة تعمل ازاي، مش عارف بتعمل كده، عايز تقف ولا تروح فين، بس اهو. تمام. المكان ده يا شباب موجود في ملاهي دريم بارك اللي في طريق الواحات او الجيزة عموما لو تعرفوها. تمام. المكان ده اتعمل جديد في دريم بارك، في ناس عارفاه وناس مش عارفاه، بس لو رايح دريم بارك يعني انا بقول لك روح المكان ده. هو التيكت بتاعه بحوالي 50 جنيه غير التيكت بتاع الملاهي نفسها، يعني كله تقريبا اتكلف بتاع 500 جنيه تقريبا. تمام. طبعا دي الافعى، دي الكوبرا. بص عامله ازاي، مرعبه فعلا. ما تنسوش يا شباب يعني تتابعوني في التشانل الجديدة مع جولاتي التركي. ان شاء الله في تحديات وجولات كتيرة قوي من اللي هتعجبكم ان شاء الله الايام اللي جاية. تمام. طبعا بص الافعى عاملة، مش عارف هي عاملة كده ليه. تمام. غريبة قوي فعلا. طبعا انا ما حبيتش اشوف المخلوق ده. تمام. واللي يعني اللي يعرف المخلوق ده اسمه ايه يكتب لي في الكومنتات تحت، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وان شاء الله في تحديات وجولات تانية كتير الايام اللي جاية. طبعا ما حبيتش اشوفها فعلا عشان انا جسمي بيقشعر منها جدا. بص عاملة ازاي. في واحد قال لي ان في ناس بتاكلها، بس مش عارف ايه القرف ده، بس مش عارف هو كلامه صح ولا غلط. انتظروني في الفيديو القادم.